هاد القصة اللي غادي نحكيو لكم اليوم هي قصة ديال واحد المرأة اللي كانت عايشة في الزمان القديم، مرأة صابرة وصالحة ومربية. قصة فيها العبرة وفيها الحكمة. كان يا ما كان في قديم الزمان كاينة واحد المرأة سميتها فاطمة، عايشة مع راجلها أحمد وثلاثة ديال الدراري الصغار. فاطمة كانت مرأة بسيطة، قلبها طيب وروحها نقية. كل نهار كتفيق من الصباح باكري، كتصلي الفجر وكتبدا خدمتها في الدار. راجلها أحمد كان خدام في الفلاحة، كيخرج من الصباح وما كيرجع حتى العشية. الخدمة صعيبة والدنيا قاسية، ولكن فاطمة ما كانت كتشكي ولا كتقول شي حاجة. كانت كتعرف أن راجلها كيدير اللي يقدر عليه. الدراري ديالها محمد اللي عنده 10 سنين، وعائشة اللي عندها 8 سنين، والصغير حسن اللي عنده 5 سنوات، كانوا كيحتاجوا رعاية وتربية. فاطمة كانت كتقضي نهارها كامل كتخدم وكتربي وكتعلم ولادها الدين والأخلاق. في واحد النهار أحمد رجع من الخدمة وهو متعوب بزاف، دخل للدار ولقى الماكلة مازال ما وجدات. فاطمة كانت مشغولة بالصغير حسن اللي كان مريض ومحموم. أحمد غضب وقال بصوت عالي: واش هادشي؟ أنا خدام من الصباح حتى لدابا وما لقيت والو ناكل. فاطمة ما ردات عليه بزاف، غير قالت له بهدوء: سامحني يا راجلي، ولدك حسن مريض وانا كنت عند الطبيب معاه، غادي نوجد لك الماكله دابا على الساعه. احمد سكت وقعل، وفاطمه دخلت للكوزينه باش توجد الطعام بسرعه. هذا الموقف كان واحد من بزاف ديال المواقف الصعاب اللي واجهتهم فاطمه، ولكن هي كانت صابره، كتعرف ان راجلها مو شرير، غير متعب من الخدمه الشاقه. كانت كتدعي لله باش يصبرها ويعينها. الشهور داروا والسنين مشات والدراري كبروا. محمد ولا شاب طيب وخدام، عائشة ولات بنت محترمة وتعلمة، وحسن كبر ولا كيعاون باه في الفلاحة. كل هاد الشي كان بفضل التربية اللي عطاتهم أمهم فاطمة. في واحد النهار أحمد مرض شديد وقعد في الفراش أسابيع. فاطمة كانت كتخدم عليه الليل والنهار، كتعطيوه الدواء وكتحضر له الماكلة الخاصة وكتقرأ عليه القرآن. ما شكات ولا تعبات، كانت غير كتقول: هذا راجلي وواجبي نخدم عليه. الجيران والناس كلهم كانوا متعجبين من صبر فاطمة وطيبتها. وحدة من الجيران قالت لها: فاطمة، راك كتعملي بزاف، خاصك تاخدي شوية ديال الراحة. ولكن فاطمة جاوبت: هذا واجبي وانا راضية به، الله غادي يجازيني. بعد أسابيع من المرض أحمد شفا والحمد لله، ولكن المرض خلاه يفكر بزاف في حياته وفي مرته. قاعد يتأمل في كل اللي دارت له فاطمة طول هاد السنين، الصبر والتربية والخدمة. واحد الليل بعد ما الدراري نعسوا، أحمد قال لفاطمة: يا مرتي، أنا بغيت نقول لك شي حاجة. أنا كنت راجل قاسي شوية وما كنتش كنقدر اللي كديري. أنا غادي نحاول نكون راجل أحسن من ناين كنت. فاطمة دمعت عينيها وقالت: يا راجلي، أنا ما كنتش كندير هاد الشي كله باش نسمع الشكر، كنت كنديرو لوجه الله ولأنك راجلي وأنا نحبك. الحمد لله على كل حال. من بعد هاد الليلة أحمد بدل بزاف، ولا كيعاون مرته في الدار، كيشكرها على كل حاجة وكيدعي ليها بالجنة. العائلة ولات أكثر سعادة وأكثر قرب من بعضها. سنين مشات والدراري تزوجوا ولات عندهم الدراري ديالهم. فاطمة ولات جدة، ولكن ما تبدلات، بقات نفس المرأة الصابرة والطيبة. كانت كتعلم بناتها وصباناتها نفس القيم اللي تربات عليهم. في واحد النهار جات وحدة من الجيران الشابات عند فاطمة وقالت لها: يلا فاطمة، علميني كيفاش نكون مرأة صالحة مثلك، قلبي متعوب من المشاكل مع راجلي. فاطمة بسمات وقالت لها: يا بنتي، السر هو الصبر والاحترام والدعاء. خاصك تفهمي أن الحياة الزوجية فيها الصعيب والسهل، ولكن الصبر والدعاء كيحلوا كل شيء. ما تنساش أن راجلك بشر، عنده نقائص مثل كل واحد، والاحترام هو الأساس. البنت الشابة سمعت الكلام ومشات راضية، وفاطمة دعات لها بالتوفيق والسعادة. كبرات فاطمة في السن، وأحمد كان ديما حداها كيعتني بها مثل ما كانت كتعتني به. الدراري كانوا كيزوروها كل نهار، والحفادات كانوا كيلعبوا حداها وكيسمعوا منها القصص والحكايات. وفي واحد الصباح من أيام رمضان المبارك، فاطمة حست أن وقتها قرب. جمعت ولادها حداها وقالت لهم: يا ولادي، أنا راضية بحياتي، عشت عيشة طيبة والحمد لله.
خاصكم تبقاو متماسكين وتحترموا بعضياتكم وتحترموا رجالكم ونسائكم وتربيوا ولادكم على الدين والأخلاق. الدراري كانوا كيبكيو، ولكن فاطمة قالت لهم ما تبكيوش، أنا غادية لعند ربي وأنا راجية رحمته وجنته، ادعوا لي بالمغفرة والرحمة. بعد أيام قلال ماتت فاطمة وهي ساجدة في الصلاة، توفات بموتة حسنة والحمد لله. القرية كلها حزنت على فقدانها، كل الناس كانوا كيحكيو على طيبتها وصبرها وأخلاقها. أحمد عاش بعدها سنوات، ولكن كان ديما كيدعي ليها وكيزور قبرها وكيقرأ عليه القرآن. كان كيقول للناس فاطمة كانت مرأة من إنسان جنة إن شاء الله، وأنا محظوظ أني عشت معها. هذه هي قصة المرأة الصالحة، المرأة اللي احترمت راجلها، ربات ولادها على الدين والأخلاق، صبرات على الصعاب والمشاكل، والحمد لله جزاءها الجنة إن شاء الله. القصة كتعلمنا أن الصبر والاحترام والتربية الصالحة هما المفتاح ديال الحياة السعيدة، وأن المرأة الصالحة هي جوهرة نادرة في هذا الزمان. اللهم اجعلنا من الصابرين والشاكرين، آمين. دابا بغيت نسمع رأيكم، شنو اللي عجبكم بزاف في شخصية فاطمة؟ واش عندكم شي قصة شبيهة لهذه في عائلتكم؟ وشنو الدرس اللي خديتو من هذه القصة؟ واش بغيتو قصات أخرى على نفس الموضوع؟ وشنو النوع ديال القصات اللي بغيتو نحكيو لكم في الفيديوهات الجاية؟ ما تنسوش تكتبوا تعليقاتكم ورأيكم وتشاركوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء. ولا عجبكم المحتوى ديالنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.